اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل عليكم، يوم جديد وروتين جديد. وحشتوني جدا جدا. خدكم معايا جولة النهاردة، بس قبل ما تيجوا معايا يا ريت تحط لايك وشير واشتراك في القناة، ومستنية تعليقاتكم الجميلة اللي دوما بتشجعني وتدعموني ان انا اكمل بقية يومي كويس. كنت حابة اوريكم الاوتفيت بتاعي، الاوتوفيت بتاعي يا بنات. ده كان ترنج خروج كنت شارياه. قلت بقى اروح السوق وكده. طبعا عشان اروح السوق واعدي البر التاني لازم اطلع 4 ادوار، وانزل كمان 4 عشان اعرف اعدي الاتجاه التاني. ده كده وانا طالعة كنت لسه هنزل بقى 4 ادوار كمان. الدنيا كانت شمسة وجميلة وتحس كده بالدفى. ننزل بقى نشتري طلبات البيت، ونشوف الحاجات اللي ناقصانا ايه في البيت ونشتريها. منظر الخضار كده الصبح كده بيبقى ليه ريحة كده جميلة. ربنا يديمها علينا نعمة. بس عايزة اقولكوا الاسعار غالية جدا جدا. بعد ما اشتريت ما قدرتش اروح، قلت اخد توك توك واروح البيت واقول لكم بقى انا ايه جبت ايه، والاسعار كانت عاملة ايه، ونشوف هنقضي يومنا ازاي. بس اوعوا تنسوا تكتبولي تعليقاتكم الجميلة. يلا بقى بعد ما روحت البيت اديكوا نظرة على الحاجات اللي انا جبتها والاسعار. قولولي هل الاسعار عندكم زي اللي عندنا ولا؟ طبعا انا جبت الجرجير الاربعة ب2 جنيه، و3 ربطات بصل جبتها ب5 جنيه. الكيلو نص طماطم كان ب10 جنيه. هنا يا ترى هنا ايه؟ هنا الاستفندي الصغير اللي هما بيقولوا عليه كلاموطة، ده كان الكيلو ونص كمان ب10 جنيه. الدنيا كانت زحمة جدا في السوق، وخصوصا بأول اليوم كده بالصبح كانت الساعة حوالي 9:30، فكله بقى كان ايه اللي بيجيب طلباته واللي يجيب فطاره. فالدنيا كانت زحمة جدا. طبعا ده كان يوم الجمعة، بس هينزل لكم يوم السبت ان شاء الله. وجبت البرتقال كان الكيلو وربع ب10 جنيه. ماما بقى بتحب البتنجان اللي هو الكبير. مش عارفة بيسموه ايه، بتنجان عرايسي، مش عارفة الصراحة يعني. بس مش بتاع الحشو. لا هو البتنجان ايه الطويل مش الرومي. جبت كيلو ونص منه ب10 جنيه. طبعا البطاطس غالية جدا ب12 جنيه. والفلفل برضو غالي ب10 جنيه. لا الفلفل اسفة ب12 جنيه كيلو. عفوا. الخيار برضو كيلو ب10 جنيه. الكوسة ب12 جنيه. وجبت بقى طعمية وجبت عجينة طعمية. دي كل الأسعار اللي أنا جبتها. كان الصبح وقت صعب جدا، خصوصا وانا جايبه الحاجه زي ما بوريكوا كده. اصلا جمال الحاجه كده الواناتها كلها تفرح بجد، وتخليك الالوانات جميله جدا يعني. دي الكلمات اللي بقولك عليها. وجبت برضو بجيب ميكس من الفلفل الشطه والفلفل البارد، عشان اللي بيحب ده ياكله واللي بيحب ده ياكله. نجهز بقى الفطار ونشوف هنعمل ايه. بعد ما جهزنا الفطار أكلة بسيطة كده تلم الحبايب كلها وبألف هنا وبعد ما فطرنا قلنا نحبس بقى بكوباية شاي كده مشبرة، والجو كان ساقعة في البيت، مش عارفة ليه في البيت بيبقى ساقعة. وبعدين ايه بصراحة ما قدرتش نعمل غدا النهاردة، فقلنا نطلب كشري. طلبنا 3 كشري. وطبعا انتوا عارفين ان محمد كان عند باباه من يوم الخميس. فانا قاعدة مع انا وماما واختي. تعالوا بقى قلت ادخل بقى اروق عليهم بحاجة كده. إيه لزوم الشتا بقى، انتوا عارفين الشتا بيبقى يعني حلاوته في المعجنات وفي الكيكات والحاجات الجميلة دي. الواحد بيبقى عايز يسيبنا من الروتين التنظيف وكده ونقعد نعجن وبتاع. والله ما عارفة الشتا ده داخل علينا صعب اوي كده ليه بقى، والواحد بدأ ياكل تاني ربنا يستر. هنعمل بقى كيكة الذرة. بحبها وبعشقها جدا. معايا كوباية ونص من السكر، ومعايا كوباية الا ربع سمنة زبدة على زيت، ومعايا 3 بيضات وكوباية لبن، ومعايا الفانيليا. دي كده المقادير السايلة.
هقولها لكم تاني: كوباية ونص من السكر، 3 بيضات، كوباية الا ربع زيت على زبدة، كوباية لبن، وتضربي كل المكونات السايلة ديت مع بعض. دي كوباية اللبن لان ما كنتش حطيتها. نبدأ بقى نضرب ونخلط المكونات دي. على فكرة الكيكة يعني مش بكتر الضرب بتاعها ابدا، والله هتلاقوا شيفات كتير يا دوب بس بتدوب السكر مع البيض والحاجة تدوب كلها وتعمل على طول، مش بكتر الضرب. خلي بالكم. طبعا ببقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 180 من اول ما ابدأ اشتغل في الكيكة. هنا بقى ايه؟ محضرة هنا كوباية دقيق ابيض، على كوباية ونص دقيق ذرة صفرا اصفر، وكيس بيكنج باودر. هبدأ اقلبهم على بعض كده، وبعدين بقى هبدأ انزل بالخليط بتاعي واحدة واحدة كده يعني. وببقى محضرة صينية. طبعا احلى استخدام تعملي فيها المعجنات، تعملي الكيكة، هي الصواني الالومنيوم، بتبقى بتوزع الحرارة كويس جدا. بقى سخنتها وحطيت فيها قطعة زبدة ومعلقة زيت عشان الزبدة ما تتحرقش، وسخنتها عشان برضو تبقى الحاجة داخلة الصينية، تبقى واخدة برضو من درجة حرارة الفرن. وابدأ بقى اصب الخليط بتاعي. ما تفتحيش عليها بعد نص الا بعد ساعة الا ربع كده، تبدأي تبص عليها. اوعي تفتحي عليها اول ما تدخليها الفرن عشان ما تهبطش منك. اول ما تستوي سيبيها برضو 5 دقايق كده مع درجة حرارة الفرن، وكوني مواربة الباب شوية. هنا بخبط بس بالصينية عشان ابدأ اطلع الهواء اللي فيها. طبعا الحتة اللي في النص ديت يا بنات مطرح ما كنت بختبرها بالسكينة، فعملت معايا الشكل ده. بس احنا ما يهمناش، المهم الطعم يعني. نبدأ بقى نقطع واوريك القطع عاملة ازاي، هشة جدا وجميلة. جربوها هتعجبكم جدا جدا. تعالوا بقى ما اوريكم الهشاشين. شايفين اصلا لونها وارتفاعها قد ايه؟ جميلة جدا. وكمان بصوا مش لازقة في الصينية. شايفين قطنية ازاي؟ عم- فظيعة بجد يا بنات، جربوها هتعشوها. انا بعشق كيكة الذرة الصفرا دي جدا، بيبقى ليها طعم مميز جدا. شايفين ما شاء الله. ووريكم التسوية بتاعتها من تحت عاملة ازاي. تعالوا بقى ما نروق على نفسينا في اليوم ده اللي محمد مشي وسابني فيه. عفوا. فقلت ايه، انا هدني قاعده كده زعلانه ومكتئبه، فقلت والله ابدا. روحي جايبه بقى صينيه وشويه لب كده، ونقعد ايه، نقول نقزقز كده سهرة الخميس بما انه مشي وسابني لوحدي. فقلت لا والله ما هزعل نفسي عشان ما يجيليش حالة اكتئاب. فجبت بقى صينيه وجبت شويه لب كده ومكسرات وبتاع وحركات مع فيلم بقى اجنبي. يا سلام. وضلمي الحته وعيشي بقى يعني الواحد من زمان كان نفسه يفصل كده، ومن الدوشة، من الطلبات، من الزن، من العياط، من كل حاجة، من الصداع. فكان الواحد كان نفسه يفصل جدا. فقلت بقى ونقدم كده مع كوبايتين نسكافيه ونعمل دماغ. احلى شغل. وبصوا انا مش هكتفي بكده بقى، انا كمان هعمل قوالب طواجن رز معمر في الفرن. بقى تحفة بصراحة. انا عملتها معاكم قبل كده فمش مضطرة ان انا اصورها لكم الطريقة بتاعتها. كوبايتين بقى النسكافيه كده باللبن، ويا سلام. ومتعني متعني. يلا بقى نشوف المنظر الاخير. وبس هو بقى تنسى تحط اللايك. اهم حاجة تقولي رأيكم في الكيكة بتاعتي والتقديم بتاعي. عايزة كده كومنتاتكم وتعليقاتكم جميلة اللي بتفرحني دوما وبتشجعني. يا سلام. شايفين يا ولاد؟ شايفين الحلاوة يا ولاد؟ شايفين الطعومة يا ولاد؟ بصوا بقى طاجن الرز المعمر كان لسه طالع من السخن، طالع من الفرن موحوح كده وجميل.